تفتكر امتى الانسان بيبقى كويس فعلا؟ لما يعمل الخير حتى لو محدش شافه، ولا لما يتعرض للاذى وتبقى عنده فرصة يرد نفس الاذى ويقرر ما يعملش كده؟ في حلقتين من ذا فيرلي اود بيرنتس تيم يتحط قدام نفس المشكلة بشكلين مختلفين. مرة حس ان محدش مقدر الخير اللي بيعمله فقرر ان هو مش هيساعد حد تاني وتمنى ان هو ما يتولدش، ومرة حس انه من حقه ينتقم من شخص اذاه وفعلا انتقم واذاه. وفي المرتين كان السؤال واحد: لما تحس ان انت تستحق حاجة من الدنيا هتعمل ايه عشان تاخدها؟ اول حلقة هنبتدي بيها تحت مسمى It's a Wishful Life. الحلقة بتبتدي بتيمي بيحاول يساعد الناس اللي حواليه، حاول يساعد المدرس بتاعه ان هو يرسم له رسمة، والمدرس بتاعه ما عجبتهوش الرسمة فقال له انت بوظتها. عارف اللي هو شعور لما تحاول تساعد حد بس تكتشف ان انت بتعمل اذى اكتر ما بتساعد؟ نفس النظام. بيحاول يساعد صاحبه اي جي وبيجيب له كمبيوتر جديد، واي جي بيقول له ده قدم من 4 ثواني. انت متخيل يا اسطى الجنان؟ بعديها تيمي بيحاول يقطع الزرع الطويل من بيته لابوه وامه، بس ابوه وامه كانوا مشتركين في مسابقه ازبل جنينه وهو نظفها، فبيتضايقوا وبيقولوا له ان انت بوظتها. بعديها خلاص يعني تيمي بيجد لان محدش ملاحظه ولا حتى حد بيقدره، وبيتمنى ان هو ما يتولدش بحيث ان هو يشوف الناس هتبقى عايشه ازاي من غيره، وازاي ان الحياه كانت فعلا واقفة عليه، وان هو كان سعادة الاخرين. والمفاجأة ان الناس كانت فرحانة من غيره، الناس كانت مبسوطة من غيره. بيلاقي بيته بقى قصر وبقى ليهم بنت اسمها صوفيا، وصوفيا طفلة موهوبة في التمثيل والإخراج والإنتاج، وكانت سبب كبير في إن أهلها يختنوا. وتيمي بيكتشف إن أهله فعلا عايشين من غيره كويسين. بعدها بيجيله جورجان فان سترانجل، وده أقوى جني في عالم الجنيات، وبيقول له أنت جه وقتك إن أنت تروح لمكان الأولاد تمنوا إن هم فيه ما يتولدوش وخلوا الحياة فعلا أحسن. بس تيمي بيعرض عليه عرض وبيقول له لو مفيش واحد بس حياته بقت سيئة لعدم وجودي أنا هاجي معاك. وبيوافق فعلا وبيروح للمدرسة وبيقابل فرانسيس اللي هو حرفيا كان بيمسك تيمي يدعكه، بس فرانسيس بيعتذر له. وبعديها يروح يشوف كروكر اللي تيمي كان بيتنمر عليه وبقى مدرس فلسفة وبيشرح لهم فلسفة الوجودية. حتى اي جي صاحبه اتخرج من الثانوية العامة وهو عنده 5 سنين. حتى كوزمو وواندا مبسوطين، حتى فيكي البيبي سيتر بتاعته مبسوطة، كلهم مبسوطين من غيره. فتيمي خلاص يعني تيمي زهق، فبيقول لجورجن انا استسلم وديني للمكان اللي الاولاد تمنوا فيه ان هم ما يتولدوش وخلوا الحياه فعلا احسن. بس بيضحك على جورجن وبيبخ في وشه غاز بيضحك عشان يقع في الحفره، وبياخد منه العصايه وبيقرر ان هو هيرجع للعالم بتاعه اللي هيخلي حياه الناس فيه تعيسة. بس قبل ما ياخد القرار ده بيتردد وبيتراجع، وجورجن بيرجع له، وتيمي بيقول لجورجن ارميني في الحفرة بجد، يعني ارميني خلاص انا فعلا استسلمت. بس المفاجأة ان جورجن بيقول له ان هو عدى الامتحان، وجورجن بينصحه وبيقول له انت تمنيت الامنية دي لانك حسيت ان محدش مقدر الخير اللي بتعمله، بس انت فاهم الموضوع غلط. الخير مش بتعمله عشان الناس تشوفك او تشكرك، انت بتعمله لانه الصح. ولما قررت ان انت ما ترجعش الحياة عشان ما تبوظش حياة حد، ساعتها انت عملت اكبر عمل خير فعلا. وبيديله امنية، وتيمي بيتمنى ان هو يرجع للحياة السابقة. والحلقة بتخلص. بس سؤال بس، هل ده واقعي؟ يعني تساعد الناس والناس دي تلومك على المساعدة والمفترض ان انت تكمل مساعدة عشان هي الحاجة الصح؟ لا طبعا ده مش واقعي، ولا حتى ده الشائع، ده الاستثناء، مع انه المفروض يكون الشائع. بس ايه الشائع دلوقتي؟ الشائع دلوقتي تيمي اساعد حد 2 3 يرفضوني، هوب الناس دي مش عايزاني، شكرا. اول واخر مره اساعد حد تاني هي تحصيل حاصل، يعني انا المفروض ان انا اجي على حساب نفسي عشان اساعد حد بدون مقابل وكمان من غير ما يطلب، وفي الاخر دي جزاتي ومفترض مني ان انا اكمل اللي بعمله عشان بس الشيء ده هو الصح اللي لازم اعمله. هي يعني اللونج ستوري شورت للاسف يعني انت كنت مفكر ان انا بس وزين ريزن انت عارف كلمة وزين ريزن دي؟ يعني انت كل واحد المفروض يكون فاهمها يعني، وما تكرهش نفسك. anyway والحلقة التانية اسمها The Switch Glitch. في الحلقة التانية بقى تيمي كان طول الوقت بيتعرض للأذى من فيكي كانت بتتحكم فيه، تأمره، تستغله وتعامله كأنه، لحد ما تيمي زهق. بس بدل ما يتمنى ان هي تبعد عنه او ان هي تبطل تأذيه، تيمي كان عايز حاجة تانية، كان عايزها تحس بنفس اللي هو كان بيحسه، فتمنى ان الادوار لو تتبدل. وفجأة فيكي بقت طفلة صغيرة وتيمي بقى هو المسؤول عنها، والأول مرة القوة بقت في ايده. كل حاجة كانت فيكي بتعملها فيه
بدأ يعملها فيها. لكن المشكلة ان تيمي موقفش عند ان هو ياخد حقه، كل ما كان بيحس بالقوة اكتر كان بيتمادى اكتر، لحد ما فيكي ابتدت تعيط لانه فجأة شاف نفسه من الناحية التانية. لكن اول لما القوة وصلت لايده عمل تقريبا نفس الحاجة، هو بس خلى حد تاني يحس بنفس الألم. المشكلة ما كانتش ان فيكي عندها قوة، المشكلة كانت في الطريقة اللي هي اختارت تستخدم بيها القوة. ولما الدور اتبدل تيمي اكتشف ان هو كمان ممكن يعمل نفس الاختيار. يعني الشخص اللي اتعرض للظلم مش بالضرورة يبقى ارحم لما القوة توصل اليه، احيانا كل اللي ناقصه ان هو يبقى هو الطرف الاقوى. بس تيمي بيكسر الدايرة في الاخر، وبدل ما يخلي حياتها تعيسة بائسة بيديلها اسعد يوم في حياتها. انا بالنسبة لي الحلقة خلصت، والحلقة بتطرح سؤال مهم جدا: هل القوة بتفسد الناس فعلا؟ وكمثال بسيط عشان نعرف فعلا هل القوة دي بتفسد الناس ولا لا، الولاعة قوة ممكن نولع بيها في حاجات كتير، وفي نفس الوقت ممكن نطبخ بيها. السكينة مثلا، السكينة ممكن استخدمها في عمليات جراحية، وفي الوقت نفسه ممكن استخدمها في حاجة مش هتدي لك فرصة ان انت تعمل عملية جراحية اصلا. فالقوة كانت ودايما هتبقى نيوترال، هي بس الطريقة اللي انت بتستخدم بيها القوة هي اللي ممكن تكون مريضة، وفي الوقت نفسه ممكن برضو تكون حاجة جميلة جدا يعني. فلا، القوة عمرها ما بتفسد البني آدم. طب هل البني آدم هو اللي بيفسد القوة؟ برضو لا. It simply doesn't care. هي بس موجودة، قوة مش مهتمة هي بيتعمل بيها ايه ولا مين اللي ماسكها اصلا. القوة ممكن تكون في ايد راجل، ممكن تكون في ايد ست، في ايد حيوان، وزي ما قلت لك انت ممكن تعمل بيها مصايب، وفي الوقت نفسه ممكن تعمل بيها معجزات. فللأسف القوة ما بتهتمش. فالمفروض احنا كبشر سوية احنا اللي نهتم.